ازاي نجيب قياس زاوية أ في فكرة زي دي؟ طبعا المطلوب الأول سهل، بس المطلوب التاني ليه حلين. تمام. طبعا هقول لك حل وانت تقول انت التاني ان شاء الله. يلا صلوا على النبي. أول حاجة قال لك إن قياس القوس أ ج ب 120. طبعا قياس القوس أ ج ده ب 120. طب استنتج منها ايه؟ هتستنتج طبعا ان الزاوية المركزية اللي على القوس اللي هي زاوية أ م ج هي كمان ب 120. طيب تمام. يبقى انت كده في المثلث أ م ج ده معاك الزاوية دي ب 120. طب هقول لك مش تاخد بالك من حاجة؟ ان م أ هو م ج، ما هو ده نصف قطر وده نصف قطر. مثلث متساوي الساقين ومعاك زاوية الرأس 120. تقدر تجيب لي زوايا القاعدة الاتنين؟ اه طبعا نقدر نجيبها. تمام. يبقى تعالى نشوف بقى كده. أول حاجة بما أن قياس القوس أ ج بيساوي 120 درجة، يبقى إذا قياس زاوية أ م ج هتساوي طبعا قياس القوس لأن هي مركزية على نفس القوس، هتساوي 120 درجة. وبما أن م أ بيساوي م ج بيساوي نق، يبقى إذا المثلث أ م ج متساوي الساقين. طب كلام زي الفل. يبقى إذا قياس زاوية أ اللي أنت عايزها هتساوي 180 ناقص ال120 طبعا على الاتنين، هتساوي طبعا 60 على الاتنين بتساوي 30 درجة. يبقى دي عندك 30 ودي برضو عندك 30. وده بالنسبة للمطلوب الأول سهل جدا. المطلوب التاني بقى في حلين عندك. أنا طبعا مش هقول لك الحل السهل، أنت هتقوله إن شاء الله. هقول لك أنا الحل التاني. طب إيه هو بقى؟ صلى على النبي. طبعا إحنا قلنا الزاوية دي 120، خد بالك، ودي 30 ودي 30. لو أنا جيت على المثلث ده، أنا عايز أثبت إيه الأول؟ بس عايز أثبت إن أ ج عمودي على ب ج. أ ج عمودي على الب ج. وطبعا عمودي أنت محتاج إن الزاوية دي تبقى قايمة. أنت جبت منها جزء، فإن لو أنا جبت الجزء التاني ده جبته ب60 يعني، يبقى خلاص 30 و60 90 وكده شكرا. خلصت. وده اللي أنا هعمله إن شاء الله حالا يعني. لو أنا جينا على نبص للمثلث ب م ج. المثلث ده ماله؟ مثلث متساوي الساقين. ليه متساوي الساقين؟ ما انت عندك م ب نصف قطر، وعندك م ج برضه هو كمان نصف قطر. تمام. يبقى انا عندي حالا اصلا احنا قايلين ا م بيساوي م ج وم ج بيساوي م ب، فبالتالي ايه؟ يبقى هما الثلاث انصاف اكتر يعني. طيب ايوه استفدت بها ايه يعني؟ اقول لك بقى مثلث متساوي الساقين. هتقول لي ماشي يا مستر، انت هنا كان عندك دي 120، هل انت معاك دي؟ اقول لك لا، ما انا اقدر اجيبها. اجيبها ازاي؟ انت هتعرف تجيبها بطريقه، انا هجيبها لك برضو بالطريقه التانيه. انا بس بحاول ايه نوسع مدارككم بحيث ايه مستواك يبقى عالي حبتين ثلاثه يعني. يلا صلوا على النبي. هقول لك ان الزاويه دي زاويه خارجه اللي هي زاويه ا م ج، خارجه عن المثلث م ب ج. والزاويه الخارجه ايوه بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاوره ليها. يعني زاويه ا م ج دي بتساوي الزاويه دي زائد الزاويه دي. تمام. وخلي بالك ان الزاويتين دول متساويتين، ما هو مثلث متساوي الساقين اهو. الزاويه دي قد الزاويه دي، ومجموعهم كام؟ مجموعهم 120 درجة. يبقى ال 120 دي هتتقسم على الاتنين، يبقى دي كام ودي كام؟ 120 على الاتنين فيها 60. تمام؟ يبقى دي 60 ودي 60. طب كلام جميل. بس كده. يبقى 30 و60 90 وشكرا. طبعا انت هتقول ايه هنا وانت بتجيب مثلا الزاوية دي مثلث الساقين؟ هتقول لي ان دي طبعا القطر و180 درجة زاوية مستقيمة، يبقى 180 ناقص ال 120 بتساوي 60، ويبقى 180 ناقص 60 على 2 بتساوي وهكذا 120 على 2 بتساوي 60. ففي حلول كتير يعني. طيب يلا تعالوا نكتبها بقى، صلوا على النبي. قلت ايه؟ بما ان مثلث م ب ج طبعا متساوي الساقين. قلنا طبعا عشان الميم ج بيساوي الميم ب بيساوي ن. طيب زي الفل. قلت لك بما أن زاوية أ م ج خارجة عن المثلث اللي هو م ب ج، يبقى إذا قياس زاوية أ م ج اللي هي الخارجة بتساوي مجموع الزاويتين اللي جوه ما عدا المجاورة ليها. يعني زاوية م ج ب زائد زاوية م ب ج اللي احنا قلنا عليهم أصلا متساويتين لأن المثلث متساوي الساقين. يبقى إذا قياس زاوية م ج ب اللي هي اللي فوق دي يا جماعة، ودي اللي أصلا اللي أنا عايزها، هتساوي 120 على الاتنين بتساوي 60 درجة.
أصبح معاك دي 60 وطبعًا دي 60 بس أنا مش محتاجها، يبقى مجموع الاتنين كام؟ مجموعهم 90 يبقى إذًا أ ج عمود على ب ج، يبقى إذًا قياس زاوية أ ج ب بتساوي 90 درجة اللي هو 30 و60 يبقى إذًا أ ج عمودي على الب ج وصلّ على النبي. طبعًا قُلت لك ليها حل تاني أنتم هتجيبوه بقى اللي هو إيه، هتثبته على فكرة في خطوة واحدة، اللي هو بدل ما تقعد يعني تاخد المشوار ده كله، لأ أنت هتثبته في خطوة واحدة. طبعًا اللي أخد الزاوية المحيطية هيفهم على طول يعني، وصلّوا على النبي.